والرجاله الخبراء اثروا علينا الموضوع. راحوا رايحين مقدمين في مديريه الشباب. هم لما حسوا بحسهم بقى في الشارع ان الناس كلها جايه تسحب الثقه من مجلس الاداره، فقال لك ايه، طب ما نركب الموجه عشان تبقى جايه مننا احنا كمان. فراحوا رايحين مديريه الشباب وعاملين مذكره وقالوا فيها ان هم ما بيوافقوش على الميزانيه والحساب الختامي. وفرتوا علينا كده، كتر الف خيركم، وفرتوا علينا. وبهذه المذكره وحيث انهم هم الاغلبيه، هم 5 مع بعض كل مره، حيث ان هم الاغلبيه فهم وفروا علينا. وانا واخد المذكره ان شاء الله، كنت عند المحافظ النهارده وفي كلام طرح. من ضمن الكلام انا كتبت استقاله مسببه، وهو ده اللي من حقكم عليا انكم تعرفوا، لان انتوا اللي كنتوني هنا، فضلكم عليا. فانا كتبت استقاله مسببه. طب يا محمد لما اخلص عشان خاطر اديني فرصه. وشرحت فيها الاسباب، وبعدين بيتعدل. انا كنت هناك النهارده، بيتعدل حاجه فيها ورايحه الصبح تاني الساعه 10. وهحاول قبل ما تروح معاها المذكره اللي هم اكرمونا بيها، لان هم كده اثروا المهمه على كله، هم كده خلصوا فاكرمهم الله. ودي بتطلع مع دي، والموضوع ان شاء الله هيبقى منتهي بكره بالكثير باذن الله. انا من حقكم عليا ان انا اقول الكلام ده، ومن حقكم عليا ان انا اقول حاجه واحده بس. اللي ساهم فيهم معانا في اي حاجه غير الرفض يجي يقول انا ساهمت في دي. حتى اللي طلبنا منه السفر واحنا رايحين للوزير انا والراجل ده، ادالك الميعاد وجه. يعني حتى اللي جاي معانا ادى الميعاد وما جاش، وانا كنت بركبه، كنت بهيئه، عايز اعرفه بالوزير وعايز اعرفه بالناس وعايز اعرفه كل ما اجي اجتماع، عايز اعرفه بكل حاجه. يعني انا بهيئ حد يجي بعد مني، لان انا تعبت، وتعبت بما فيه الكفايه. يعني برجوكم ان احنا من حقنا ان احنا نرتاح، ويجي طقم جديد ايا كان هذا الطقم، وكلنا هنقف وراه وكلنا هنساعده. انما لو جبت مش هيبقى النادي اسوأ من اللي احنا فيه. مهما حصل النادي مش هيبقى اسوأ من كده. انا النادي ده في دمي، عندي احسن من بيتي واحسن من ولادي. انا ما سبتش تمرين الا ما حضرته، ما سبتش ماتش الا حضرته، الا لو كان في سبب قهري يمنعني ان ما احضرش التمرين او ما احضرش الماتش. الدنيا بتشتي، يقولوا لي تعالى اقعد في المظله اللي في الاستاد، اقول لهم ما دام اللعيبه في المطر انا قاعد في المطر، لان انا اتربيت تربيتي العسكريه على كده. انا قبل الناس بتاعتي. ويوم القلب انا عامل العمليه في القلب في المستشفى العسكري في القاهره، وسبت المستشفى وجيت على الماتش في طنطا. فالناس بتوع التلفزيون يستعجبوا، ازاي ده انت ما فيكش نفس. انا ده نادي المنصوره بالنسبه لي. ماشي عاجب، قال له خد حاجه عايزينها كلها. هبقى خليك مع لان احنا برضه اصل هي ربنا اكرمنا بالمذكره اللي هم عملوها. المذكره اللي هم عملوها خلوا كل حاجه نفذت خلاص. هم راحوا يسحبوها تاني، يعني حد فاهمهم بعد كده. هم
عايزين يمشوا ما يمشوا يا حاج. لا بص، هم مش عايزين يمشوا، لان حتى امبارح واحنا بنتكلم قلنا ايه؟ وانت مش هتمشي برضه يا حاج. قلنا يا جماعه احنا نيجي في الجلسه واحتراما لهذا المكان كلنا نقدم استقاله ونمشي مع بعض. ماشي؟ قالوا ماشي. ولا واحد فيهم جه الجلسه. ولا واحد. انت فاهمني؟ فلا هم قاعدين ومبسوطين وكده. وما ينفعش لأن هم حتى امبارح بيقولوا ايه؟ يا حاج ابراهيم. هم بيقولوا ان لما الاربعه دول احنا يعني نستقيل، هم فاهمين كده. هم لسه ما يعرفوش لما نستقيل يعني ان هم هيعملوا انتخابات ويجيبوا 4 عشان ابليس في الجنه يعني. بس فانا ايه بستأذنكم، استناني يا عمس، بستأذنكم وبشكركم وبقول لكم جميلكم على دماغي، وبقول لكم انا ليه اضطريت اعمل كده. بقسم لكم بالله والله 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 واشهدك يا ربي ان اللي انا بعمله يا ربي خالص لصالح نادي المنصورة. يا حاج وانت بعد اذن حضرتك الجمعيه العموميه هتنعقد، بس الناس برضه تيجي وترفض الميزانيه والحساب الختامي علشان تبقى كتابها من هنا ومن هنا ومن هنا. انت جبت الناس دي هم اللي بيحاربوا نادي المنصورة، هم اللي بيحاربوا نادي المنصورة. الناس دي طيب صح انت تسيب النادي كده يا بيه، هم ما بيقدموش استقاله، هم مش عايزين، مش بيقدموا هم استقاله خالص. هم فاهمين ان هم لما يحطوا الميزانيه ان هم يعني ايه يكبوا الموجه معانا عشان احنا بنقول مش عايزين. انت مش هتمشي واحنا عاوزين. انا شاهد ربنا ان عشان صالح نادي المنصورة، مش لصالح اشخاص ولا لصالح يوم الجمعة ان شاء الله، يوم الخميس مش هتفتح.